السلام عليكم. في خبر اليوم: حارس منتخب إسبانيا يرد على تصريحات بونو حول ورقة ضربات الترجيح. قبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد. خلفت تصريحات حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي ونادي إشبيلية الإسباني ياسين بونو خلال مقابلة مع برنامج الحالمون جدلا واسعا، بعد ما كشف فيها عن تفاصيل ركلات الترجيح في المدينة التعليمية قطر والتي تركت إسبانيا خارج المونديال. في المقابل قفزت بأسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم. وأكد الحارس الإسباني في تصريح لصحيفة ماركن أن حارس الأسود كان محقا فيما يقوله: في ركلات الترجيح كنت أحمل ورقة وقمت بإخفائها بشكل جيد، ولكن لا يمكننا صد كل التسديدات. لدي ثقة في بونو لأننا نلعب سويا في الليغا. أتابع أوناي سيمون: أنا متأكد من أن بونو لم ينظر إلى ورقتي، ولكن بالتأكيد في النهاية سواء حصل على الورقة أم لا، أعتقد أن بونو كان يعلم أنني قد درست تسديدات اللاعبين. ليس هذا الأمر الذي يجعلني غير مرتاح. الآن يريدون تحميلي مسؤولية الإقصاء في كأس العالم. عندما أقابل بونو سأتحدث معه. أتابع المصدر ذاته في تصريح لماركن: الأمر ليس جديدا بالنسبة لنا كحراس مرمى أن ندرس المهاجمين لمعرفة كل لاعب وأي جهة يختار للتسديد. وكان الحارس الإسباني قد تعرض لهجوم حاد على شبكات التواصل الاجتماعي عقب تصريحات بونو الذي قال أنه تحدث مع الحارس أوناي سيمون قبل بداية ركلات الترجيح، وأبلغه بأن وضع قائمة بأسماء لاعبين منتخب المغرب الذين سيقومون بتسديد الضربات، وطلب مني عدم لمسها. وفي النهاية أتمنى تشتركوا معي في القناة عشان نقدم محتوى أحسن.